ايه الاخبار؟ معاكم كرولو ثاني من قناه من تحت الكبوت. النهارده الفيديو بتاعنا عن البوجيهات في اي عربيه مادام من قدام هيبقى مليان تراب. مجرد ما تفك البوجيهات يدخل التراب ده في غرفه الحريق، ودي حاجه احنا مش عايزينها. لو ما عندكش امكانيه ان انت تغسل الموتور قبل ما تنضف البوجيهات، ممكن تروح تنفضها ومسدسها وهنفك البوجيه واللي انت شايفه من على الشمال ده البوجيه رقم واحد بتاع بستيم رقم واحد. عكس بقى العربيات الرينو بتختلف، وهتخلي بالك وانت بتطلع. ابسط من كده ما اظنش ان في. طلعنا البوجيهات واحد واحد، وزي ما انت شايف بعمله بايه؟ بعمله بفرشه سلك. مفيش ورق صنفره، مفيش اي مواد كاويه، مفيش فلاش بتاع المواعين وبجيبه من عند المنظفات والكلام ده. هي فرشه سلك. ليه بقى يا سيدي؟ فرشه السلك مش هتاكل في المعدن بتاع البوجيه. في حاجه اسمها جاب دي ما بين حته الحديد اللي فوق ماشي والراس بتاعه البوجيه اللي تمام. لو انا عملته بورقه صنفره هيتاكل، ومعنى ان هو اتاكل الجاب وسع، فبالتالي محتاج انها تتظبط مره تانية بورق فيلر، لان كل ما الجاب كبرت هيبقى تاثيرها على خليط الحريق جوه غرفه الاحتراق ضعيف، وكل ما صغرت تبقى شرارة اشد، ولكن مفيش الوقت الكافي انها تشعل الحريق، فده يعمل لك الميس فاير. وزي ما انت شايف انا دايما بربط البوجيهات اول لفتين او ثلاثه بايدي. ليه؟ دايما بتشوف عربيات وش السلندر اماكن البوجيهات فيها اتاكلت او بتلف على الفاضي، او لازم تروح للخراط عشان يتعمل لها سن من اول وجديد. فانت بالطريقه دي هتحافظ على وش السلندر عندك. بعديها ربطتهم كلهم لحد ما وقفوا، ما بقتش قادر اربطهم بايدي اكتر من كده. وزي ما انت شايف، والخطوه اللي بعدها انك بتاخد يد العزم او يد السيستين وتلف البوجيه ما يقارب نص لفه، وممكن توصل ساعات للفه كامله. بس فالموضوع سهل وبسيط، بس اهم حاجه تاكد انك مرطتش بزياده، تاكد ان كل سلك البوجيهات راكب في مكانه وما يكونش فيه اي قطع او تلف او محمص، لان ده هيهرب كهربة البوجيهات وهيعمل لك برضو الميس فاير. والخليط بتاع البنزين والهواء جوه غرفه الاحتراق هيبقى ضعيف. ولو لقيت لون البوجيه اسود لامع يبقى عندك زيت وبخرة زيت عاليه. لو لقيت البوجيه لونه اسود مط يبقى كده عندك كربون زياده. ولو لقيت البوجيه بيلمع انت كده عندك تسريب من ميه الرادياتير بيدخل جوه غرفه الحريق. وبس على كده احب اقول لك مع السلامه، واتمنى تكون استفدت بالفيديو.